دكتور أحمد راضي بنسبة كام في المية عن رزقه في حياته؟ في فرق ما بين راضي وما بين كنت بتحلم بيه. راضي، انت راضي 100%، انت لا تملك الا الرضا، لا تملك الا الرضا. حتى لو انت ما حققتش حاجه وصفر، انت لا تملك الا الرضا، فلازم تبقى راضي. اوعى تبقى ناقد، لان اللي انت شايفه اللي انت ما وصلتلوش او اللي انت ما حققتوش او الكلام ده كله، في ناس شايفه البوزيشن اللي انت قاعد فيه دلوقتي ده بالنسبه لهم حلو. فانت يعني استحاله بقى فكره ان انت راضي عن اللي انت وصلت له او مش راضي، لان انت راضي بكل حاجه. في بقى نفسك كان في ايه؟ بالتاكيد كل واحد نفسه طبعا اللي هو يبقى عنده يعني احلامه كلها تتحقق بشكل، بس احنا مش في الجنه والله. فانت لازم، انت في الدنيا، فطبيعي جدا انت مش كل احلامك هتتحقق، فطبيعي جدا ان انت تبقى انت بي ريلاكسد شويه واخد الامور بمنتهى البساطه وبمنتهى الهدوء. يعني الموضوع مش قفش زي ما بيقولوا.